لو عندك بقى نص كيلو دقيق بتعملي احلى حلويات النهارده وبكميه كبيره جدا. النهارده هعمل لكم النهارده معموله بالقرفه جميله جدا. هتقولي لي دي معموله، هقول لكم خطيره ما شاء الله. دي بقى المعمول اللي انا سميتها الترند بصراحه. اللهم بارك. عندي هنا نص كيلو دقيق بنزل عليه بباكت خميره وكمان 2 باكت من الفانيليا علشان يطعم لي العجينة. بنزل كده واحدة واحدة كده بالمية معايا، ومجهزة معايا كوباية من الزيت. بروح نازلة بيها ولم واحدة واحدة كده العجينة معايا. اللهم بارك. المعمول دي هتقولي لي في معمول كده، اقول لكم المعمولة دي بقى اسهل من اللي احنا بنفردها معانا في الصينية كده وبنعملها مربعات. دي اسهل واطعم منها بكتير جدا ما شاء الله. ادي اظبط بقى كده عندي العجينة كده. اللهم بارك. كل ما تلاقي العجينة بتلزق معاكي بتروحي جايبة معلقة صغيرة أو كبيرة من الزيت، هي اللي بتلملك العجينة ما شاء الله. أقلب بقى كده واحدة واحدة كده. اللهم بارك. أكورها كويس جدا واروح رشة تحت منها شوية زيت وكمان دهنها بالزيت واروح سايباها تخمر عندي على الرخامة. اطلع بقى دلوقتي منها الهواء. هي خمرت معايا كده واقطعها معايا 3 كور. ما شاء الله المعمولة دي طعمها خطير جدا ما شاء الله. انتوا دايما على طول تقولوا ان المعمولة اللي في الصينية الطبقات ديت بتلزق منكو بتبوظ احيانا كتير. لا، المعمولة دي بقى ما شاء الله عليها كمية كبيرة جدا. اللهم بارك. هنا بقى بفرد العجينة كده بزيت. اللهم بارك. واعمل لها رول واروح لمها كده شوية علشان بدي احطها 10 دقايق عندي في التلاجة. هنا بقى بجيب كوباية دقيق سميد او دقيق بسبوسة ومعلقة قرفة ناعمة، وكمان عندي جوزة الهند معلقة كبيرة بروح حطها على دقيق السميد وازود بالمية. انا عايزة الخليط معايا يبقى ماسك بعضه، يعني بيبقى مبلول كده بس يبقى متماسك ما شاء الله. هنا بقى بحط زيت عندي على الصينية علشان افرد عندي بقى العجينة المعمولة علشان اظبطها معايا وبتبقى خطيرة جدا. افرد بقى عندي كده بالنشاب على قد ما اقدر ما شاء الله. مش تقلقي بقى، مش تقولي ان هي اتقطعت، لا. دي بروح بقى جايبة قطع كده من العجينة بتاعة دقيق السميد. شايفين حضراتكم متماسكة ازاي؟ انا بضغط عليها لما في بعضها ازاي. ادي واروح لفة عندي رول، اضغط عليها كويس جدا واتأكد ان هي من تحت اتقفلت ما شاء الله. ادي واروح جايبة عندي سكينة ومقطعاها كده زي البتيه بالظبط ما شاء الله. شايفين حضراتكم متماسكة ازاي؟ لا بتتهري منكم ولا بتطلع من العجينة خالص. هنا بقى بجيب صفار بيضة واروح نازلة عليه بنقطة من الزيت وكمان باكت من الفانيليا ما شاء الله علشان يطعم لي يشيل لي زفارة البيض. بروح بقى دهنة عندي وش الصينية كده العجينة ما شاء الله. وطبعا مجهزة عندي السمسم مع حبة البركة. أحلى حلويات بجد هتاكلوها خطيرة ما شاء الله عليها. دي بقى أنا سميتها المعمول الترند لأن بصراحة مفيش أسهل وأحلى من كده. اللهم بارك. دي أظبط بقى كده كل العجين كده بالسمسم كده مع حبة البركة. اللهم بارك. ريحتها قلبت لي البيت ما شاء الله. دي وطبعا الفرن عندي سخن، أسيبها دلوقتي تخمر 10 دقايق ما شاء الله. وعما الفرن يسخن معايا اللهم بارك. هنا بقى بعد ما بتستوي وتطلع بروح فورا نازلة عليها بالعسل على طول. دي العسل بتاعي كوباية سكر مع كوباية مية ما شاء الله. واغطي عليها لمدة 5 دقايق. اطلعها بقى للتقديم. شفتوا حضراتكم طريقة سهلة ازاي وعملت كمية كبيرة جدا في الصينية جميلة جدا ما شاء الله. وادي خفيفة وطعمها مسكرة وجميلة ما شاء الله. اتمنى ان حضراتكم تجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.